انا كنتواجد هنايا هذه 3 سنوات او سنتين في هذه الاكاديميه هذه. كنشكر بزاف الاساتذه ديالنا، استاذ ياسين، استاذ احمد، استاذ خبير على المجهودات ديالهم. وان شاء الله انا الحلم ديالي ان شاء الله كنتمنى اني نولي لاعب كره قدم في المنتخب المغربي رفقه اللاعبين ان شاء الله القادمين. والفريق اللي كتمنى تحمل القميص ديالو بالبطوله الوطنيه ان شاء الله انا كنتمنى نحمل القميص ديال المغرب التطواني بما انه واحد الفريق كبير وقوي في البطوله الاحترافيه. وشنو افضل لاعب اللي في العالم اللي سميتو اللي بغيتي تكون بحالو اللي انا كنت صراحه معجب باللاعب حكيم زياش، حيت واحد اللاعب قوي ومهاري يعني لاعب مهاري جدا. وشنو المركز اللي كتلعبو انت اللي كتقنوه؟ انا البوست ديالي هو في الدفاع، كنلعب في الدفاع مدافع في اكاديميه. نستضيف احد المواهب الصاعده باكاديميه ايا مارتي لكره القدم، الياس بليسي. غنستضيف كيفاش الشعور ديالك وانت كتمارس في الاكاديمي ديالو، وكيف جات الفكره حتى التحقتي بهذه الاكاديمي؟ كنت انا اول مره كنت غادي نلتحق بجمعيه نهضه مارتيل، ولكن واحد الصديق ديال بابا اللي هو استاذ قال له راه كاينه واحد الاكاديميه مزيانه كيدربوا، وهذاك قال لي مشيت اول نهار وعجبني عجبك التدريب والممارسه. كيف كتشوف التدريب والتقنيات اللي كيعلموكم سميتو في ديال كره القدم اكاديميه مثلا دريبلاج، لعبوا ماتشات دفاع، ديفونس، حراسه، كاين حراس كاين لاعبين. كل مركز كتعلموا بوحدو. شو باغي تكون مستقبلا؟ وشو الحلم ديالك؟ بغيت نكون مستقبلا لاعب كره القدم ونحمل القميص ديال المنتخب المغربي. كي كيجي الشعور ديالك وانت كتجي كتحضر في الحصه التدريب ورفقه الزملاء ديالك الممارسين فيه؟ الشعور ديالي زوين، اول نهار اكتسبت بزاف ديال الاصدقاء. واحسن لاعب عندك اللي احسن لاعب عندي قدوه يعني دياس. شي كلمه حره، كلمه اخيره في الطاقم التقني ديالك المدربين؟ كنشكر استاذ ياسين، استاذ خبالي، استاذ احمد، لانهم هما اللي دربونا وطلعوا فينا الفيزيكا مزيانه.